ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض القرنبيط بالطريقه التقليديه اللي اتربينا عليها، بدون ما اضيف اي افتكاسات. لا هحط نشا ولا هحط بيكنج باودر ولا هحط بقسماط، وبيطلع مقرمش جدا وخطير. فيلا بينا نشوف الطريقه والمقادير. هبدأ معاكم اول حاجه بسلق القرنبيط. ميه بتغلي وهنزل فيها بملح وكمون. بعد كده هبتدي انزل بوحدات القرنبيط. طبعا القرنبيط مغسول كويس جدا جدا ومتقطع زهرات بالشكل ده. انا لو هعمل القرنبيطه كامله بسلقها على البخار، لكن النهارده انا مش هعمل قرنبيطه كامله، فعلشان كده سلقتها زهرات زي ما احنا شفنا كده. واللي حابب يشوف ازاي انا بسلقها كامله هسيب لكم الطريقه تحت في صندوق الوصف. القرنبيط بتاعي استوى من غير ما يتهري، هبتدي اخرجه من ميه السلق. مش هنفتح عليه مية باردة ولا أي حاجة خالص، احنا هنسيبه يبرد. أول ما نجهز الخلطة يكون خلاص برد ونبتدي نقليه على طول. هنا هنجيب أي كمية من الدقيق احنا عايزينها على حسب كمية القرنبيطة أو حجمها، وهنبتدي بعد كده نحط مية ونضيف مية بالتدريج ونقلب الخليط كويس جدا جدا. عايزة خليط قوامه يكون زي الكريب، يعني مش تقيل قوي ومش خفيف قوي. لو خفيف قوي مش هيلزق في القرنبيط، ولو تقيل قوي هيبقى طبقة عجينة حوالين القرنبيط. فاحنا نخلي القوام بتاعه كويس زي عجينة الكريب كده، والمية نزودها بالتدريج، المية بدرجة حرارة المطبخ. بعد كده هنبتدي نضيف البهارات بتاعتنا، وهي عبارة عن ملح وكمون، وعندي كمان بصل بودرة وتوم بودرة، ودول بيفرقوا جدا في الطعم. وكمان نص معلقة صغيرة من الكركم ونص معلقة صغيرة من البابريكا. عندي كمان معلقة كبيرة من هريسة الشطة، معلقة كبيرة من الثوم، وحوالي 3 معالق من البقدونس المفروم. البابريكا والكركم بيدوا لون حلو جدا جدا للقرنبيط. الثوم طبعا ده اساسي، والبصل والثوم البودرة اضافة حلوة جدا جدا، هيدوا تيست عالي للطبقة اللي بره، بيبقى طعمه خطير. فجربوها وهتنبسطوا منها جدا. انا ما بقليش وحدات القرنبيط كاملة على بعضها، انا بحب اقطعها شرايح رفيعة بالشكل ده. عايزة اقول لكم انها بتبقى جميلة جدا، ولو في عندك حد مش بيحب القرنبيط بالطريقة دي هيحبه، لانه مش هيحس بطعمه القوي، هو هيحس بطعم التتبيلة وطعم القرمشة اللي بره. فبيبقى طعمه يعني مش قوي 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 زي ما يكون وحدات كاملة او زهرات كاملة. بعد كده هبتدي اخد الشرايح اللي احنا عملناها من القرنبيط وهحطها في الخلطة بالشكل ده. بصوا القوام بتاع الخلطة. هسيب لكم المقادير تحت في صندوق الوصف. في زيت سخن بس ما يكونش سخن جامد، هنبتدي ننزل بزهرات القرنبيط ونرصها جنب بعضها. عايزه اقول لكم لو انتوا حابين تطلعوها زي القرص كده، قربوا وحدات القرنبيط من بعضها كده وما تسيبوش مسافات، هيطلع معاكم قرص جميل جدا جدا وشبه الوردة كده، وبيكون مقرمش وخطير. لكن هي عموما حتى لو عملت قرص وجينا نقلبها بتتكسر، لان هي بتبقى خلاص قرمشت معانا. بنسيبها على نار وسط لحد لما الطبقة اللي تحت تاخد اللون الذهبي وتقرمش، ما نقلبهاش كتير. لما تاخد اللون اللي احنا شايفينه ده نبتدي نقلبها الناحية التانية. ما بياخدش اي وقت خالص، وبيكون مقرمش وطعم التتبيلة حلو جدا. لو مش عندك هريسة شطة تقدري تستبدليها بفلفل احمر، فلفل رومي او فلفل مشطشط زي ما انت عايزة. بيدي طعم ولون حلو جدا جدا لخلطة القرنبيط. في بيحبوا يحطوا بشر طماطمايه كده مع الخلطة، لو انت حابة تحطيها مفيش اي مشكلة خالص، لكن احنا بنبعد عن اي حاجة ما تخليش الخلطة بتاعتنا مقرمشة، احنا عايزينها تكون مقرمشة وخطيرة. فالطماطم ممكن تقلل ده شوية. جربوها بالطريقة دي واكتبوا لي في التعليقات. عايزة اقول لكم كمان انه ممكن الكوسة نعملها بنفس الخلطة، بيكون طعمها حلو جدا جدا وخطير. بقطع الكوسة شرايح مش رفيعة ومش سميكة، وبرش عليها رشة صغيرة من الملح، وبعد كده بنزلها في الخلطة وبقليها زيها زي القرنبيط بالظبط. بتكون مستوية وطعمها لذيذ، وبرضو طعم الكوسة بيبقى مش ظاهر قوي، بيبقى طعم الخلطة هو اللي قوي، بيبقى طعمها جميل جدا جدا.
انا بحب اعمل القرنبيط سندوتشات كده، مش عارفة في حد زيي ولا لأ. بحب احطه مع السلطة في عيش بلدي كده واكله معاه مخلل، بيكون تحفة جدا جدا وخطير. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وتعليق حلو من تعليقاتكم، واشوفكم في فيديو جديد يا احلى متابعين. باي باي.